السلام عليكم. عاملين ايه؟ بصوا انا هعمل بقى النهارده كده صينيه تنفع فطار، تنفع عشاء. صينيه بطاطس بس هعملها بطريقه البيتزا، من غير بقى لا عجن ولا فتيق ولا دقيق ولا تخمير ولا كل الحاجات دي. هنعمل ان شاء الله كده صينيه بطاطس، بطاطس مهروسه بس ايه بطريقه البيتزا، كاني هعمل بيتزا بس مش هعملها بقى بالعجين، هعملها بالبطاطس. اهو بصوا البطاطس انا قشرتها وقطعها مكعبات اهو. بصوا عامله ازاي نضيفها زي الفل. واجي الميه ما بحطش ميه كتير لان البطاطس بتاعت الايام دي بتتسلق بسرعه. شويه ملح بس كده في الميه. اهو البطاطس اهي. بصوا قشطه ونضيفها ونقعتها شويه عشان تنزل كل النشا اللي فيها. ننزل بقى كده بسم الله، نحطها في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هسيبها بقى كده، هسيبها بقى كده ايه عشان تتسلق كويس. هسيبها بقى مع نفسها كده تتسلق ان شاء الله. كده بقى لما تتسلق هنشوف ايه، هنكمل هنشوف هتبقى عامله ازاي. بصوا بقى انا هرستها طبعا زي ما قلت لكم اهو. هرستها خالص بقى واجيب طبعا حته الزبده كده حلوه، حته سمنه بلدي كده حلوه اهي عشان تديها طعم، عشان نشوف بقى الحشوه اللي ايه اللي هنحشي بيه، اللي هنحطها على الوش. هنعملها زي البيتزا بالظبط، الحشوه اللي هنحطها على الوش. حته الزبده كده حلوه كبيره، واحط فلفل اسود. مش هكتر في الملح لان انا ايه هحط زيتون اسود. حلوه جدا طبعا ملحها مظبوط اهو. بصوا بقى حته السمنه دي هتخليها ايه، حته السمنه البلدي دي بقى. قلبناها بقى. طبعا انا هحط الحشوه دي على الوش كده، اللي هي جبت سوسيس او هوت دوج هقطعه اهو، سوسيس او هوت دوج، واحط حته السمنه احطه برده على النار هنا. هشيلها بقى هي كده واحطه على النار ايه عشان اشوحه شويه. اسيبه بقى بصوا يتشوح شويه اهو. اخدها بقى هي كده خلاص. طبعا انا مولعه الفرن، مولعه الفرن. بس هقلب بقى، هاخد السوسيس هقلب فيه وهنشوف بقى ايه هنكمل بقيتها ازاي. طبعا هسيبه ايه يتشوح شويه في حته السمنه ديت، هسيبه بقى يتشوح طبعا. كده كده انا هدخله الفرن بس برضه لازم ياخد التشويحه عشان المواد الحافظه اللي فيه تدخله. هسيبه بقى يتشوح، وما يتشوح نكمل بقى نشوف هنعمل معاها ازاي، هنعمل فيها ايه. بصوا بقى انا خلاص كده زي ما قلت لكم هرستها اهو. والسوسيس معايا، ومعايا هنا طبق فيه طماطم وفلفل اخضر وزيتون اسود واخضر. معايا هنا صلصه بيتزا. صلصه البيتزا دي انا كنت عاملاها قبل كده، دي صلصه بيتزا. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول حاجه اجيب صينيه اهي، صينيه البيتزا دي، البيتزا او صينيه الكنافه دي، صينيه بيتزا او صينيه كنافه. هاخد بقى كل البطاطس بتاعتي اللي انا هرستها دي هنزلها هنا كده
اهو. هو المفروض بصراحه انا كنت عملت كميه بطاطس اكتر بس مش مشكله. بصوا سويتها ازاي بالمعلقه، خليتها كلها سوا واحد. بصوا اهي سويتها خالص بالمعلقه اهو، سهله جدا وناعمه معايا وكريمي، عشان انا هرستها من اول ما نزلت من على النار. وحطيت فيها طبعا حته الزبده. حته الزبده طبعا ايه، بتديها نعوميه. طبعا انا بصوا بقى اخد صلصه البيتزا عادي كاني بعمل بيتزا اهو، ما نكترش. بصوا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي صلصه البيتزا عادي جدا. بصوا كاني بعمل بيتزا، يعني انا معتبره البطاطس كأن العجين، كأن العجينه. بصوا بقى انا عندي هنا جبنه شيدر اللي هي ميكس، جبنه ميكس موتزاريلا على الشيدر. الميكس احلى بصراحه، انا بحب الميكس احلى، بتبقى حلوه جدا اهو. عندي برضو هنزل بيها اهو زي كاني بيتزا، بعمل البيتزا عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخلها بس الفرن والشاي يحمر وهنخرجها على طول. وهاخد بقى اهو السوسيس بتاعي. بصوا السوسيس اهو، هنزل بيه برضو كده بسم الله. انزل كله، افرده كويس. حلوه جدا الصينيه دي، تنفع عشاء تنفع فطار عادي، ممكن تعملها على عزومه. حاجه مختلفه وجديده، يعني هي مختلفه كمان وجديده، يعني من الافكار اللي هتلاقيها جديده على فكره، يعني حاجه لسه جديده. مش هتلاقي حد لسه ايه، ممكن حد يجي يقول لك هو انت عامله دي ازاي. فكره جديده اهي، تنفع عشاء تنفع فطار تنفع اي حاجه. كمان معلقه صلصه اهو. باخد بقى الحاجات الحلوه الجميله بتاعتي دي. هاخد الزيتون هرشه برده كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، الطماطم مع الزيتون حلوه جدا جدا جدا. الفلفل الاخضر اهو، بصوا شرايح الفلفل اهو. كمان شويه زيتون برضو عشان تبقى كلها مليانه اهو، برضو شويه الفلفل. بصوا عامله ازاي، تبقى حلوه جدا جدا جدا. برضو هنا برضو اديها كمان رشه جبنه على الوش كده من فوق عشان تبقى متغرقه جبنه كده وحلوه. بصوا عايزه بقى تغمسيها بعيش، انا عملت جنبها شويه مكرونه محمره. لو انت حابه بقى تغمسيها بعيش رز بقى اي حاجه، بس هي انا شفت الانسب يعني جنبها مكرونه. وطبعا عندي هنا شويه زعتر برضو من فوق كده، شويه زعتر حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا اهو من فوق عشان يدوها ايه، طعم البيتزا بالظبط. شفتوا بقى وعامله ازاي، حاجه بسيطه اهو مش مكلفه خالص، بطاطس يعني مش عجين بقى ولا دقيق ولا كده. وهندخلها بقى الفرن. طلعت من الفرن اهي، بصوا بقت عامله ازاي، طبعا سخنه جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله، سخنه نار. بصوا حلوه جدا. وطبعا انا عملت جنبها مكرونه محمره، انسب حاجه جنبها لان مش هينفع رز. المكرونه المحمره اهي. بصوا انا مرضتش بقى اوريكم الطريقه عشان كلنا بنعرف نعملها، يعني مش حكايه ان احنا المكرونه المحمره دي اهي حلوه طبعا، مناسبه ليها جدا. وبصوا بقى هنا هنقطعها اهو كده
هناخد في الطبق. بصوا بصوا عامله ازاي، حلوه جدا جدا جدا. بصوا بالعيش تبقى جميله جدا. بصوا البطاطس طريه والسهله، بصوا ناعمه ازاي، حلوه جدا. بس طبعا سخنه. جربوها بقى، تنفع صينيه عشاء، صينيه فطار، حلوه وجميله. ويا رب تعجبكم، ويا رب بقى تفاعل كده ويا ريت يعني تفاعل في القناه والشير واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي.